وانا بشتري طلبات البيت من الهايبر كده لقيت في قسم الخضروات الخضار ده اول مره بصراحه اشوفه، ولقيت ناس كتير واقفه وبيتكلموا عنه ان هو فوائده حلوه جدا جدا. اشتريت منه بقى كام طبق، بس للاسف نسيت اسال على اسمه. فيا ريت اللي عارف يا بنات اسم الخضار ده يكتب لي في الكومنتات اسمه ايه علشان ابقى عارفه. انا عرفت ان هو مشهور في ايطاليا، فتعالوا بقى نعمل وصفه بيه ايطاليه ووصفه مصريه ونشوف بقى انهي وصفه اللي تكسب. هستناكم تقولوا لي رايكم في الكومنتات. بصوا بقى، انا جبت كذا طبق كده، حوالي 4 اطباق من الخضار ده اللي انا مش عارفه اسمه لحد دلوقتي. هغسله كويس جدا جدا من جوه كده، لازم يتغسل، وبيبقى فيه حته من جوه كده لازقه هنشيلها. تمام، انا غسلته وحطيته في مصفى وسبته يتصفي كده. تعالوا بقى لما ناخد اول وصفه هنعملها. هنجيب كوبايه كده او مج من الدقيق، وهنحط نص كوبايه من النشا. هنضيف حوالي ربع معلقه من البصل البودر والثوم البودر، وربع معلقه من الفلفل الابيض لو موجود، وشويه من البهارات الايطاليه وشويه ملح، وهنضيف كمان بيضه. وهنقلب الكلام ده كله مع شويه ميه. انا اخدت كوبايه ميه كده اللي انا معايره بيها الدقيق، وهنزل شويه بشويه لحد ما الخليط بتاعي يبقى مظبوط. حطيت شويه من البيكنج باودر، حوالي نص معلقه كده من البيكنج باودر، وهنقلبهم كويس مع بعض. ممكن تحطي نص معلقه من الخميره الفوريه وتسيبيها لحد ما تخمر وتستخدميها. انا حطيت نص معلقه بيكنج باودر وخلاص. وادي سمك العجينه كده زي ما انتم شايفينه، هو ده السمك المطلوب. تمام، هنيجي بقى للحشوه. هتبقى عباره عن جبنه ريكوتا ماشي، جبنه قريش ماشي، جبنه فيتا ماشي، اي نوع جبنه عندك، مع شويه من الجبنه. يعني انا حطيت ميكس جبن، انا دخلت فيها برضو جزء مصري لازم، يعني المفروض ان هما بيستخدموا فيها جبنه بارميزان وجبنه ريكوتا. طبعا الحاجات دي كلها غاليه، فانا استخدمت جبنه فيتا عادي اللي احنا بتاعت السوبر ماركت، مع ميكس جبن، ورشه من الريحان اللي هو المطحون لو موجود، او ممكن تحط شويه بقدونس او ريحان اخضر وتقطعيه برضو، اي حاجه منهم. وهنحشيها بكيس زي ما احنا شايفين كده علشان ما تتقطعش لانها رقيقه. وبنيجي للحته اللي فوق كده وبنقفلها. بصوا هي شكلها رقيق كده، بصوا انا مش عارفه ايه هي، بس هي شكلها عامل زي عارفين زي الورده، شكلها شبه الورده كده. فانا حشيتها وتنتها قفلتها من فوق، وبعد كده حطيتها في العجينه اللي احنا عاملينها دي، العجينه السايله دي. وبعد كده هقليها في الزيت يكون ساخن، وهنحطها كده نصفيها كويس، وبعد كده نحط الكمية المناسبة في الطاسة وما نلزقهمش ببعض. أول ما تاخد لون ذهبي هنقلبها. وبرضو تقدروا تعملوها ببيض وبقسماط، يعني تقدروا، أو بفيجيتار، يعني شوية بقسماط مع كيس فيجيتار، وتعملوها ببيض يعني بدل العجينة دي بيض وبقسماط، هتبقى حلوة برضو. تمام، أنا كده خلصتها أهو. بقى ده كده شكلها بعد ما اتقلت. انا اهم حاجه عندي الفوائد. طب والطعم يا رشا؟ هندوق دلوقتي وهنشوف الطعم عامل ايه. انا بقى كان عندي شويه خلطه محشي حلوين قوي قوي فاضلين، كنت بصراحه عامله محشي وتفضلوا، فروحت حشياها وقلت اجربها محشيه. حطيت فيها بقى خلطه المحشي، وهنقفل كده. وهنجيب بقى صينيه بايركس حله، تقدري تسويها في الفرن وتقدري تسويها على البوتاجاز من فوق. اهم حاجه نقفلها بس كويس عشان خلطه الرز بتاعتنا ما تطلعش. انا قفلتها بالشكل ده. هحط لها بقى كوبايه من الشوربه، ولو ما عندناش شوربه يبقى مرقه دجاج، وندوبها في شويه ميه سخنه ونسقي بيها. هنقفلها بورقه فويل كده او بغطا، وندخلها الفرن لحد ما تستوي. زي ما بقولك ينفع تسويها في حله من على البوتاجاز عادي جدا جدا. وبقى عندنا طبقين لذاذ قوي قوي قوي. الاهم من ده كله انها كلها فوايد. طيب، انا معرفش اسمها، بس انا عرفت من الناس اللي كانت بتشتري ان هما بياخدوها يعني الناس اللي عندهم السكر، هي حلوه قوي قوي لمرضى السكر، وبتنظم ضغط الدم، وقالوا لي ان هي ليها فوائد كتير جدا جدا. يا ريت حبايبي اللي يعرف اسمها يكتب لي في الكومنتات عشان لما اجي اشتريها تاني ما دخش عليها. وبالنسبه بقى للوصفتين الاتنين حلوين قوي. الوصفه الاولى اللي احنا عملناها بالجبنه دي حاجه كده مقبلات جميله قوي، مقرمشه من بره وفيها الجبنه سايحه كده وجميله. اما بقى بالنسبه للوصفه اللي احنا عملناها المصريه اللي هي بالمحشي، طعمها ايه يا رشا؟ طعمها محشي زي محشي الطماطم، محشي الكوسه، محشي الخاص، الحاجات ديت يعني. شاركوا بقى الفيديو على قد ما تقدروا عشان الناس تستفاد، لانها كلها فوائد رهيبه، وخصوصا اللي يعرفها هيجيبها على طول.